السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يا صباح التفاؤل، يا صباح الأمل والنشاط، والورد والياسمين على أطيب ألوف في الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين ويتعاد عليكم بالخير والبركة والسعادة والهنا وراحة البال، آمين يا رب العالمين. النهارده إن شاء الله كده هنعمل حاجات جميلة جدًا، إن شاء الله تعجبكم، أتمنى كده تشاهدوا الفيديو عشان تستفيدوا إن شاء الله، وأتمنى كده تعملوا لايك، وما تنساش بتعليقكم الجميلة. والكيكة حلوة وجميلة. ماشي وكيكة حلوة، لا فيش كيكة هنا خالص. وما تنسونيش بتعليقكم الجميلة حبايب قلبي. إن شاء الله بإذن الله بقى النهارده كده هنعمل كده شوية سمك كده حلوين، وهنعمل شوية رز كده بالجزر الجميل كده زي ما شفتوا. بس الأول كده هاعمل معاكم حاجة جميلة جدًا، هنخلّل بقى فسيخ. هنسمي الله كده ونشوف كده عملنا إيه. دلوقتي جبت كده يا حبايب قلبي كده سمك البوري، غسلتها كويس جدًا وسِبتها بقى تنشف كده على الصفاية كده لازمًا تنشف معايا كويس جدًا، ما فيهاش مَيّة خالص، عشان ما نيجي نخلّلها ما تبوظش مننا. سِبتها بقى تنشف كده حوالي كده سِبتها حوالي كده 4 ساعات كده تنشف، وكمان لسه كده هانشّفها كمان بقى. جبت قماشة نضيفة كده أو مناديل، أي حاجة عندِك حاجة نضيفة تنشّفي بيها. أنا نشّفت بقى السمكية كده من كل جهة، وكمان كده من الخراشيم برضك، والبُق زي ما أنتِ شُفتِ كده عشان أنشّفها كويس جدًا من أي مَيّة. طبعًا إحنا مش بنفتحها خالص، طبعًا الفسيخ بيتعمل ده سليم كده ما يتفتحش، اتفتح معاكِ يبوظ، هي لازمًا تتخلّل وهي سليمة كده مقفّلة سِنِمة كده. جبت هنا حوالي كده 3 معالق شطة على 4 معالق ملح، وقلّبتهم كويس مع بعضيهم، وأبدأ أملّح بقى السمكية. طبعًا إحنا ما بنحُشّ كمان القشر اللي هو بتاع السمكة، ما بنحشوش، بنسيبه عشان يشيل معانا ملح، يشيل معانا ملح وشطة. لو حشتيها كده الجلد معانا ما يشيلش ملح كتير. طبعًا بين القشر كده والسمكية تشيل معايا كمية، فتتبّل معايا السمكية أكتر. وكمان أنا باحط السمك لمّا باتبّل السمكة رايحة بدلّكة كده رايح جاي عشان يخش تحت لا الريشة القشر بتاع السمك، وملات بُقّها زي ما أنتم شايفين كده والخراشيم كمان أملاها كلّها بالملح. أملاها كويس جدًا عشان طبعًا أنتم عارفين الملح ده مادة حافظة تحافظ لي عليه وتخلّله كويس. أنا كمان أنا عملت لها التدليك ده، زي ما أنتِ شُفتِ كده عوجتها شمال ويمين عشان ل لمّا يستوي معايا تبقى اللحمة بتاعتها كده تبقى عليها السمكية تبقى طرية كده وجميلة. دلوقتي بقى كده جبت الأكياس كده اللي هالِف فيها السمكية، وأنا بالِفّها كده أزنقها كويس جدًا عشان لو في أي هوا يطلع معايا، عشان طبعًا الهوا ده لو هيبوظ لي السمكية، فلازم أنا أفضّيها من أي هوا وأنا بالِف كده الكيس. أحطها كده في شنطتين كده وأحطها بقى في علبة، وباسيبها كده في مكان هاوي كده يعني على الرخامة، سيبيها عادي ما تجرالهاش أي حاجة، بس تكون في مكان هاوي يعني، مش مكان حَر أوي عشان ما يبوظش منِّك. وهاسيبها كده أحطها على الرخامة كده في الطبق، وفي كل 3 أيام أقلّبها على جنب، مرّة أقلّبها على الجنب ده، مرّة أقلّبها على الجنب التاني، مرّة كده أوقّفها على ديلها، مرّة على راسها. لازم ألفّيها كل الجوانب عشان المادة السايلة اللي هتنزل منها تلفّي لي كل السمكة كلّها عشان كلّها تتخلّل كويس. تقعد حوالي كده حوالي 20 يوم من شهر، يعني حسب الح الج الجو يعني. وإحنا بقى أنا عاملاها عشان إحنا قعدتنا أول يوم في العيد إن شاء الله، ونفطر بقى بالرنجة بقى والفسيخ والحاجات الجميلة دي. فطبعًا أنا عملتها في البيت بقى أرخص بكتير طبعًا من برّه غالية جدًا الفسيخ. فقُلت أجيب واحدة بقى وأعملها كده ناكلها جنب الرنجة إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي. دلوقتي كده هاحضّر لهم بقى الفطار. أنا جبت كده جزرتين كده بشرتهم، هاعمل كده بقى رز بالجزر جميل جدًا. الجزر بقى جميل جدًا بيسكّر معانا كده الرز وبيخلّيه طعم جميل. باعمله بقى أمّا باعمل سمك بيبقى جميل جدًا. مرّة أعمله ببصل، مرّة أعمله بالجزر يبقى حلو أوي، اللي هو البصل اللي هو اللون البني ده. دلوقتي كده حطيت بصلاية يا دوبك شوّحتها بس، يا دوبك دبلت معايا وحطيت بقى الجزر، وأنا كنت حاطة لهم بقى الملح، وهاقلّبهم كده الجزر معايا كده يدبل معايا كده وأنزل بالمَيّة. ممكن لو تحب تحط ماجي ماشي، بس هو مش محتاج ماجي يعني، هو ما شاء الله الجزر مسكّر وبيدّينا تسكيرة حلوة للرز، فيبقى جميل. مش مسكّر يعني مسكّر أوي يعني زي الحاجة المعسّلة لأ، يعني بطعمه حلو يعني.
دلوقتي كده هقطع بقى شوية سلطة. كنت مخليه كده شوية جزر اللي انا عملت اللي انا بشرتهم. كنت اخلي شوية بقى للسلطة، واقطع كده حبة بقى بصلة. البصل الاول كده اقطعها واحط لها التتبيلة، بتدي نكهة جميلة جدا للسلطة. لما تتبليها الاول كده هتطلع حبة خل والليمونة والكزبرة والفلفل والكمون والملح، واقلبهم والخل. وبعد كده اقطع عليها بقية الخضار، واقلبها بقى ساعة التقديم. يعني اقلب بقى تتبيلة البصل دي مع بقية الخضار ساعة التقديم. بس انا دلوقتي بقلبها مع البصلة بس عشان البصلة كده تشرب التتبيلة دي، وتيجي بقى تقلبيها مع بقية الخضار، بتدي كده تكة كده مختلفة كده ونكهة كده مختلفة، تلاقي كده في تكة كده في السلطة كده، تديكي طعم مختلف يعني. قطعت كده حبة الخضار. الصراحة بقى ما ده ما جبتش بقى خيار ولا في فلفل. دلوقتي كده أنا كنت غسلة بقى السمك كويس جدا، وهتبلهم بقى توم بقى والليمون وحتى كزبرة والفلفل الاسود والكمون حاجة بسيطة والملح. بحب بتبلها من بره ومن جوه، مش بتبلها من جوه بس عشان تبقى السمكة كلها متبلة كده وحلوة. باجي بردك من ناحية الجلد من بره، بمشي عليها التتبيلة كده عشان تدينا طعم جميل. وهنا الدقيق حطيتها نفس التتبيلة اللي حطيتها للسمك، حطيتها في الدقيق، الكمون والكزبرة والفلفل الأسود، وحطيت لها حبة مية، وعملتها كده كأنك بتعملي بتعملي طحين. جميلة جدا بقى بتخلي السمك معاكي مقرمش وحلو قوي. أحسن ما تعملي كده دقيق كده هو يعني ما تعملي دقيق كده لوحده، يعني من دقيق كده زي ما هو يعني كده بودرة كده. دلوقتي انا كنت حطيت الميه بقى عملتهم، معلش بقى المونتاج المخرج معانا اتلخبط في المونتاج. انا كنت بقى كنت حطيت التتبيله وحطيت حبه ميه، وفضلت تعملهم كده لحد يعني سمكه كده كانك بتعملي طحين. بس كده واتبل بقى بيها السمكه، في نفس الوقت يخلي السمك مقرمش، وفي نفس الوقت كمان بيتبل السمكه بيديكي طعم احلى من الدقيق اللي انا حطاه الخلطه حطاه دي، حطيت لها توابل بتديها طعم احلى كمان واحلى. فحلوه قوي الطريقه دي. تبلتهم بقى كده وادي شكل الرز. يا رب كده طريقتي كان عجبتكم. شوفوا الرز بيديله لون جميل قوي، الجزر والسمك. عملت لهم بقى حبة السلطة. مع السلامة حبايبي.